من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان امامنا واستاذنا ومعلمنا سيدنا محمد فقد الله فيه قلوب الغلة وآذانا صما وأعينا عميا فصلاة الله على السراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجير المذكور في التوراة والإنجيل المعلم الجديد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخيار الأخرار عنوان هذه الخطبة أين الخلل وعيد العنوان مرة ثانية أين الخلل حينما تجالس بعض أحبابك مجلسا يشكو لك من الشباب وحينما تجالس زوجا ربما يشكو لك من أبنائه أو زوجته وأحيانا تجالس ولدا يشكو لك من أبيه فأين الخلل؟ هل الخلل ممن يشكو أم أن الخلل ممن قد شبه في حقه أم أن الخلل مشترك؟ من أين هذا الخلل؟ وحينما تسأل إنسان حريص على دينه غيور على هذا الدين فيسألك من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ هذه الموعظة في المسجد يوم الجمعة وغيرها من أين نبدأ؟ أنا أقولها البداية والخلل يكمن
أمر الزوجة. ربما يسأل أحد الناس: أنا قد اخترت زوجتي وأنجبت مني أولادا، فكيف أضيعها؟ لا بد أن تفهمها من هذا الإسلام. ولماذا الحديث يخاطب الرجال مع أن المرأة هي نفس المجتمع؟ لأن الرجل هو القيم. ونعلم هذه الادعاءات الباطلة. القرآن قال الرجال قوامون على النساء. أيستطيع كلمات أن يكذب قول الله في كتابه؟ الرجال قوامون على النساء كما قال ابن كثير: قوامة تكليف لا قوامة تشريف. تكليف ومسؤولية الأم إذا استطاع الولد أن يختار جيدا أو أن يعلم سلوكياتها أن تسجيل هي مصنع لتصنيع الرجال. إذا أردت جيل قريب من أبي عبيدة وخالد بن الوليد وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرهم، لا بد أن تسأل عن المحضر: أين تربى؟ أين تربى؟ هل تتصور أن المرأة التي تشبه بأحسن الصورات العالمية، هل تتصور أن هذه تنشئ جيلا؟ هل تتصور أن المرأة تخلق الأموال من ذنبها تربي رجالا؟ هل تتصور هذا؟ إذا أحببت أن تتفهم لا بد أن تضرب المثل. سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي، من الذي ربته؟ من الذي انقطع عند بنيها رضي الله عنه؟ إنه انقطع من فاطمة بنت أسد أمه التي ولدته. هذه المرأة لما ماتت نزل النبي في قبرها قبل أن تدفن ووزعه لها بنفسه وبكى عليها وقال: رحمك الله يا أمي، يصدق أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رحمك الله يا أمي، كنت أما لي بعد أمي. طبعا اللبن هذه المرة وتربى في حجر امرأة كريمة. أتدري ما هي؟ إنها أفضل نساء العالمين في زمانها وفي الزمان الذي بعد زمانها إلى يوم القيامة. إنها زوج النبي أمنا خديجة رضي الله عنها. وانظر إلى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، تربى في حجر من؟ في حجر امرأة جعفر، علمته الجود والكرم، لم تعلمه الخبوثة ولم تعلمه النياعة ولم تعلمه حينما ترى بعض الشباب إذا نظرت في ملابسه وفي وجهه تحتار تجده إيه؟
السبب الأول الأم التي تربي. المحور التربوي الأول لأن الوالد مشغول بجلب الأولاد، مشغول بالسعي في الأرض والضرب في مناكبها، فامشوا في مناكبها وقوموا بالرزق. الأم هي التي تربي، الوالد يربي بالإنفاق والأم تربي بالإشفاق. الوالد يربي بالإنفاق والأم تربي بالإشفاق. عما تتكلم إنني ألتقط ملمحا وصورة قبل أن توجد. إنه الإمام ربيع الرأس شيخ الإمام مالك، خرج أبوه مجاهدا في الفتوح الإسلامية وضبط سنوات بموافقة زوجته أن يخرج، وكان قد سبق عندها 30,000 من الدنانير. عاد يوما بعد عمر ففتح باب بيته فإذا برجل يخرج إليه. ما الذي أقامك بيتي بدون علم؟ ومن أنت؟ هذا بيتي، كيف دخلت على حريمي؟ فأتى الإمام مالك والأئمة ليراقبوا شيخهم فسكت الناس، فخرجت امرأة معبود من داخل البيت تنادي على بيتنا: يا خطوط، هذا باب الربيع الذي طلبته حلا، يا ربيع هذا يوسف. لم تجعل الرجل النافع وترفع في حقه قضية الرصيد، ولم تطلب الخلع من زوجها الذي أدى عمره عليها، ولم تتحدث عن قليل في الحرام، إنما صارت عرضها واتقت ربها وربت ولدها. فتعلق الولد مع ولده وبكى، ثم قال لزوجته: أين المال؟ قالت: قبلته لك، لبنته. قال: أحسنت. قال: اذهب تصلي في مسجد رسول الله وبعدها سأخرجه لك. فذهب للصلاة، فلما صلى الإمام بالناس رأى حلقة مهيبة يتصدرها شاب لم يتجاوز 30 من عمره. فلما رأى الشاب هذا الرجل كمح عظمته على رأسه. أتدري من هو هذا الشاب؟ إنه ولده. فيسأل: من هذا الشاب؟ ابن من؟ قال: أنا أعرفه، هذا ربيع الرأس ابن تربوع المجاهد الذي عاد يوم الجهاد. قال: هذا ولدي، هذا ولدي. وعادت إلى زوجته قال لها: يا أم ربيعة، لقد رأيت اليوم رأيت إبدالا في جلال الملوك. قالت: هذا خير ألف 30,000. قال: هذا أفضل من الدنيا وما فيها.
الذي يبعث أولاده إلى مدارس تعلمهم الرقص والغناء، هذا يخرج موضوع الرقص الذي يخاطب دولته أنه يخرج إماما للمسلمين الذي جرم ربه لقمة هدية وفراش كثير وإنسان ملونا وصورة متنوعة وحسا ذكيا وغلا أثيما وعداوة بين الناس، أمثل هذا يخرج الأمة صلاح الدين؟ أبدا أبدا والله. نأخذ لنا مسؤولية سنسأل عنها أمام ربنا يوم القيامة، فإذا جاءنا لابنتك رجلا صالحا لا مدعيا وأنا أكلمها لا مدعيا فزوجه، لعل الله أن يخرج منهما من يكن رفعة لهذا الدين. فبعض الآباء إذا وجد في أبنائه التزاما خاف عينا أكان يطيق أن أبنائك خيرا، أكان يطيق أن أبنائك يعودون إليك كخراطيم آخر الليل، أيرضيك أن يعود أبنائك إليك وقد مضروا في فضيحة الزنا؟ لابد أن نحمد ربنا. نبغى الآباء إن سألتهم عن ولدي قال بخير، هو يظن أنه بخير لأنه أحضر له البلاد وملأ البيت بالأطعمة وملأ البيوت بالأطعمة. لا، إن الخير لا يكون إلا إذا علم الله والله. إن الخير لا يكون إلا إذا علم سنة رسول الله. إن الخير لا يكون إلا إذا كان محافظا على الصلاة بجماعة. هذا هو ديننا. فمن غض على دينه وقال أين أنت؟ ابدأ ببيتك، ابدأ بزوجاتك، ابدأ بأولادك، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أي إن جاءك صالح زوجوا ابنتك ولا تتردد. والله إننا نخرج للمجتمعات إما عراض وهم، إما معاصر هم أو أدوات بداية. فالابن له والديه، فلا بد أن نتقي الله في أبنائنا وأن نتقي الله في الأمانة التي ألقيت على أعناقنا، لأن الله سيسألنا عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المجتبى. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى. أما بعد، أيها المسلمون، أي تنبه
الزوجة. الإمام سفيان الثوري عالم المسلمين راوي البخاري ومسلم مات أبوه وسفيان صغير، فقالت له أمه يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمزني، تغسل وتبيع وتنفق على ولدها. يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمزني. هؤلاء الأمهات خرجت للأمة أجيالا كما خرجت أجدادنا ومن كثر أمهاتنا. الجيل الذي يحتاج إلى إعادة تقويم، إعادة صياغة الأم الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب في مصر، خرجت عراقل وقوميات. الأم المتعلمة خرجت من؟ انظر إلى نتيجة الثانوية والجامعة وأنت تعمل خرجت من؟ انظر إلى الشباب أمام النوادي وعلى الشواطئ وأنت تعلم من خرجت هذه الأم المتعلمة. كان يبتدي بها بعلمها وثقافتها أن تخرج أجيال أدوات بناء لهذه الأمة. الأولاد مش خلفة عندي ولد اثنين وثلاثة وأكثر وأقل، إنما الأولاد مسؤولية فتسأل عنها يوم القيامة أمام الله. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يبيت عنده ابن عباس فيقوم النبي يصلي. يقول ايه؟ يصلي. مش كذا يفعل اليوم يستيقظ الولد من نومه بالليل فيجد ابوه عاكفا امام الاسلام، يجد ابوه مقصودا مستيقظ وينام قبل اذان الفجر. الولد الذي يأمر ولده أن يكذب ويأخذ الطيب أن ليسهما، هل هذا الولد ينظر الخمر؟ الولد الذي يدخل آلاف الإسلام على أولاده وأولادنا أذكياء وراتبه قليل، هل هذا الولد يمسك ثمرة؟ الولد الذي لا يمسك المصحف إلا في رمضان، هل هذا ينشئ نشء؟ الولد الذي يخرج سر البيان، هل هذا يربي جيل؟ أبدا. فلا بد أن نستشعر هذه المسؤولية وأننا جميعا موقوفون أمام الله ومسؤولون منه سبحانه. ماذا قدمنا لأولادنا؟ ماذا قدمنا لهم؟ ماذا علمناهم؟ على أي شيء قاطعوا؟ بأي شيء اقتنوا؟ بأي منهج قاطعوا؟ هذه التربية التي أمرنا بها ربنا سبحانه وعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وللموضوع بقية فإنه منهج لحياة المسلمين. قبل أن أنزل على هذا الأمر يعني نذكر بالشكر بعض أفراد المسجد تواجد واحد من المخلصين أنا بما يزيد عن 36 مروحة لوحده دون مساعدة من أحد، وأحد المصلين لا أصل أسمائهم أنا بمثابة 7,000 ولا
كم بلغ في شهر رجب؟ النهارده كم رجب؟ في شعبان يوم الرابع، اليوم الرابع في شعبان. يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة قلنا أن شعبان سيقبل علينا، ها هو مصدر منه 3 أيام ونصف، وسيأتي يوم وتقول إننا اليوم من أول رمضان. فأعيد لك قول الإمام الحافظ بن رجب يقول عن شهر رجب شهر البدر، رجب شهر البدر، وشعبان شهر القدر، ورمضان شهر الحرام. ففي رجب تقضي الطاعات على الطاعات، وفي شعبان تقضي هذه الطاعات، وفي رمضان تحصل الثمرة في ليلة القدر وبعدها وما قبلها. فهل تريد هذا الخطاب؟ هل يوجد من الناس بل من العالمين أحد أفضل من سيدنا محمد؟ أبدا، لا يوجد. هذا الذي مفضل على العالمين كان يفضل من شعبان إلا قليلا، حتى قالوا كان الذي يصوم شعبان جنة أكثر. قالوا كان يصوم الصوم كربا أيام ثمانيات يصوم، فيسأل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انت بتكثر من الصيام في شعبان ليلة، انت شهر من رجب ورمضان، رجب من اشهر الحرم ورمضان شهر الفريضة الصوم، ترفع فيه الاعمال، ترفع بدلا في شعبان، لم يقل ترفع فيه اعمال، انما قال ترفع فيه الاعمال، أي كل الأعمال، أي أن أعمال السنة كلها محمولة لا توقع في خزائن تحت الأرض إلا في شعبان. نعم، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع الله لي فيه عملا كم معنا وأنا صائم، وصلى على النبي وأنا صائم. اشمعنى الصيام؟ لأن الملائكة الشهور لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، ورب العزة سبحانه ولا شيء أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وربك سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، وربك سبحانه لا يأكل ولا يشرب وهو في غنى عن ذلك. ولذلك لما وصى الله أصحاب الطعامات قال لهم كان يأكلان الطعام، فدليل المخالفة بأن الإله لا يأكل ولا يشرب، وأنت صائم لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تأتي بخبث القول. ويقول الإمام النووي في شرحه لمسلم في كتاب الصيام إن الصائم يتشبه بصفة من صفات الله التي يقول البشر أن يتشبهون بها، وهو صائم كما قال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم والرحمة والرحمة ما تقول إلا لله، لكن الله يعطي من عباده بخطاته من الرحمة
النفاق، وأحب أن يرفع الله لي عملا فيه وأنا صائم، ولكن بقياس الواقع ترى تكاسلا عن العبادات حتى الله بنسبة عالية أن الشيطان يريد أن يؤكد عليه، فماذا